السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي وعيلتي وناسي، عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي صحة جيدة واسعد حال. صلوا على الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. استغفر الله العظيم واتوب اليه. جددوا ايمانكم بشهادة ان لا اله الا الله سيدنا محمدا رسول الله. اذكروا الله الا بذكر الله تطمئن القلوب. حبايبي وعيلتي وناسي، شكرا ان انتوا فضلتوا منوريني، شكرا لحبايبي اللي نوروني. اتمنى عيلتي تكبر وتنورني اكتر واكتر. شكرا للتعليقات الحلوة الجميلة منكم. النهاردة بقى هنتكلم عن مين؟ ألف مليون شكر قبل أي كلام وأي حاجة. النهاردة بقى هنتكلم عن مين؟ هنتكلم عن الفنان الكبير عمر الجزاوي. الفنان الكبير عمر الجزاوي هو راجل مونولوجيست كبير. تتسم يعني لما بيغني المونولوجيست بيتسم بالفكاهة والدعابة. كان اول ما اتشهر باغنيه اتفضل قهوه اني قاعد. فالاغنيه دي كانت مسمعه جامد وغلب عليه اللون الصعيدي. هو اصلا من مواليد 24 ديسمبر 1917، من مواليد حي درب الروم في الجيزه. اتولد في بيئه ومناخ ناس ولاد حته، ولاد جدعان، ولاد بلد جدعان. بالشهامة والشجاعة. اتولد لأبوه كان بيشتغل في المعمار، يعني زي بنا. لما اتولد في حواري وضواحي الجيزة، طبعا ابتدى بقى ان هو يغني وسط بقى في الافراح الشعبية في الضواحي، شوارع الجيزة وفي حواري الجيزة. فاشتهر جامد جدا جدا جدا، وبقى ليه صيت جامد، وبقى شغال في شارع الهرم. لما اشتغل في شارع الهرم اشتغل في ملهى ليلي. بيقول ان هو لما اشتغل في ملهى ليلي ان هو كان راجل رغم ذلك مستقيم. يعني ايه مستقيم؟ يعني بيروح يأدي المونولوجيست اللي اللي هو قام بغنائه، بعد كده بيروح ويمشي دغري على البيت. ابتسم ان هو انسان ضحوك، بيبتسم. ابتسم ان هو يعني كانت المونولوجيست بتاعه كان ليه طابع خاص. حبه جدا الفنان الكبير علي الكسار، وجابه معاه وخلاه يمثل. مثل فين؟ مثل في اول ما مثل معاه كتير من الافلام. اول ما مثل سنة 1948. مثل فين؟ مثل مع الفنانة الكبيرة دورية احمد، اللي هي ام الفنانة الكبيرة سهير رمزي. مثل معاها اول حاجة كان فيلم اسمه خضرة والسندباد الإبلي سنة ده. وبعد كده كان آخر حاجة عملها كان فالح ومحتاج سنة 1955. كون فرقة كبيرة جدا جدا. والفرقة لما كونها، الفرقة دي ابتدى ان هو يعمل في مسرح الأزبكية. كان بيعرض المونولوجيست بتاعه كان بيعرضه في الصيف، في الشتاء يا ربي في الأزبكية، وفي الصيف في مسارح اسكندرية. ابتدى بقى ان هو نجح نجاح باهر لدرجة ان هو وصل ان هو راح للعديد من الدول الأوروبية، وخصوصا فرنسا بالذات. ان فرنسا دي شادت بيه لدرجة انها خدت الصور بتاعته وطبعتها واعجبت بيها وابهرت بصوره وطبعتها على علب كبريت، لدرجة ان في خواجاية حبته جدا كانت بتجيله كل يوم واعجبت بيه وتزوجها. الفنان الكبير عمر الجزاوي بيقول ان هو كان بيحب يمزج الفكاهة والمونولوجيست بتاعه بالفلسفة. وكان بيقول ان المونولوجيست يعني فن المونولوجيست لا يقل أهمية عن المسرح. وبيقول انا كنت بحب اقعد وسط قوي المثقفين والناس المثقفة، بكسب منهم ثقافة. الفنان الكبير عمر الجزاوي كان ليه ملف ان هو شيوعي في البوليس السياسي. ايه سببه؟ هقول لكم. سببه ان هو كان دايما بيتكلم عن افعال الملك فاروق وايه يعني الفساد والافعال وبيدين بيها. فالبوليس السياسي كان بيجيله كل يوم ويقول له هنجيلك كل يوم وهنجيلك البيت ويفتش البيت، وان هم هيحبسوه ويلفقوا له تهمه. هو لما بص لهم كده قال لهم عندك حل وحيد، ان انت تشيد وتمدح الملك فاروق والايه والاسره المالكه افراد اسرته. هو طبعا رفض وقال لا، انا مش هعمل كده. انا مش ازاي ابقى بتكلم عن الفساد ومش عاجبني، وازاي ابقى متناقض وان انا اتكلم وامدح في حقه. فقال الافضل ان انا اعتزل واقفل عليا باب بيتي
إلى أن قامت ثورة 23 يوليو 1952 وابتدى بعد كده يشتغل. الفنان الكبير عمر الجزاوي أصيب بالاكتئاب، اكتئب جامد جدا 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 لعدم تكريمه، إلا أن وقتنا هذا إن هو ما تمش تكريمه، يعني لا تكرم في مماته ولا في حياته. كان بيطلق على نفسه إن هو شارلي شابلن العرب، لكن هو كان فعلا إنسان جميل. وإزاي إنسان كان بيتسم بطبع المونولوجيست، الطبع الخاص بيه، إزاي كان حابب شغله، وإزاي كان جاء في أيامه الأخيرة اكتئب وجاله حالة اكتئاب وعدم رضا لعدم تكريمه، وإلى أن توفى 22 إبريل 1983. دي النهاردة حكايتنا عن الفنان الكبير عمر الجزاوي، وإيه هو سبب إن هو كان ليه ملفه اتهم بيه إن هو شيوعي، وإزاي إن هو مات بالاكتئاب بسبب عدم تكريمه. حبايبي يا رب يكون الفيديو يكون عجبكم، اوعوا تنسوا تعملوا لايك. اتمنى حبايبي يجوا ينوروني اللي ما اشتركوش في القناه. حبايبي اوعوا تنسوا تصلوا على الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حبايبي وعيلتي وناسي، شكرا.